يا بعد الله ما يكون داو تربية ورسالة للجبناء. اكيد على المايك كرير المجرم 313 الملقب سبع العرب سرسر العشيرة مديالة يا عمر تاياتنا لطلوع طشلة. يا عمري مايك اليوم درس اتكلم به عن الانتصار. اسمعني عزيزي، انت تعلم لا نجاة من الموت صح، ولا يوجد شيء هددنا اكثر من الموت صح، ولكن اعلم عزيزي ان ملك الغابة لا يخرج منها زمام. فاما الموت اما الانتصار عليك بالمحاربة قدر ما استطعت من اجل الانتصار على خصمك. واذا فكرت ان هناك موت فصدقني الكل سوف يموت، فاختر الموت الذي يليق بك كقائد ومؤسس فرقة. لا تهتم وحارب من اجل طموحاتك. اسمعني عزيزي، اذا ردت الانتصار طالما ان هنالك قولا يريدونك ان تقع حتى ياخذون مكانك، فابقى صامت يا صاحبي. صدقني القوة ليست بالجسم، ولو كانت القوة بالجسم لكان الفيل اقوى من الاسد يا صاحبي. انا اقسى انواع الالم انك اسد وتخرج مهزومة، عيب عليك، وهذا يكون اكبر فشل في حياتك. الانتصار لا ياتي بعد الجيش ولا ياتي بماذا سوف تحارب، الانتصار ياتي فيها الخطة الناجحة عزيزي. اكيد كرير المجرم على المايك يا عمري. اسمعني جيدا، بدل تفكير برأي الخرفان فكر برأيك ولا نظر بذلك. يقول لك عقلك ان من الجمال اللغة العربية فيها حركات، ومن جمال البشرية فيهم صفات مختلفة، فلذلك لا تطابق صفاتك مع الصفات المهزومين، وطابق صفاتك مع الاقوياء والشرسين. عزيزي ما اجمل الانتصار وما اقبح الاستسلام. اجمل شيء في الحياة هو الانتصار او الموت، لانني لا اعرف معنات الهزيمة. من قال الهزيمة والموت فهذا صعلوك فليرجع الى بطن امه تاويه مخاطر الدنيا. لم اعرف معنى كلمة الهزيمة، ولكن اعرف معنى كلمة الانتصار جيدة يا عزيزي. تعرف لماذا الانتصار مهم؟ لانني في هذه الحياة لا وجود للانعاج، وفي هذه الحياة وجود فقط للذئاب، ولا يشرفني ان اكون نعجة بين الذئاب، بل يشرفني يا صاحبي ان اكون ذئب يتناول النعجة بين الذئاب. هل فهمتم يا صعالوك؟ اعشق الانتصار لانها حلوة المذاق، واكره طعم الهزيمة لانها مر لذة. رافع المايك كرير المجرم 313 الملقب سبع العرب سرسر العشيرة من ديالة بينات العباس عابر كمشت على المنيم ولد اللوقيه لوقي. ايه بينات العباس عمري ما صرت لوقي ولا راح اصير سلوقي. انا معيدي وتربات معدان خزعلوا من ظهر فرسان شهوات للمضبوطين.